اليوم راح نتكلم عن يوتيوبر اسمه هايبر، واللي الصدق انا ما كنت اعرفه الا بعد السالفه اللي صارت الفتره الاخيره. واليوتيوبر هذا يلعب ماينكرافت ومحتواه الاساسي هو ماينكرافت، ولكن السالفه اللي صارت معاه انه فجاه كذا طلع على تويتر قال ايه مع السلامه انا طالع من الاسلام، انا بصير ملحد. وحرفيا يا جماعه الخير فين ما اروح القى الناس تتكلم عن هايبر انه طلع من الاسلام، انه صار ملحد. ومن الاشخاص اللي طلعوا اتكلم عن هايبر يوتيوبر انا قد تكلمت عنه اول، واللي كان اسمه سوردوم. انا كل اللي اعرفه عن سوردوم انه اعتزل من اليوتيوب، قرر انه يوقف يوتيوب، والله يوفقه ان شاء الله. ولكن سوردوم كذا فجاه عاد للحياه بعد دفنه، ورجع كذا للحياه ونزل مقطع يتكلم فيه عن هايبر. لذي الدرجه ترى السالفه كبيره. وترى سوردوم ما رجع نزل عشان مشاهدات وارقام، لا، الادمي رجع يتكلم لانه سوردوم خوي هايبر مره، كان صاحبه وقال كلام جدا مهم سوردوم، وراح احط لكم يعني جزء من كلامه، بحط لكم رابط المقطع حقه في الديسكربشن اللي حاب يعرف اكثر. ولكن قبل ما احط لكم يعني لقطات سوردوم، خلونا نعرف من هو هايبر هذا. بكل اختصار هايبر هو يوتيوبر عربي وتحديدا من الجزائر، ومحتواه خاص بلعبه ماينكرافت، بل وانه يعتبر واحد من اكبر صناع المحتوى للعبه ماينكرافت. وعلاقه هايبر بسوردوم كانت كبيره بحكم انه كانوا يلعبون مع بعض في نفس السيرفرات. ولكن اللي حصل هنا انه هايبر صار يتكي مع اجانب مره كثير وخش معاهم بسيرفراتهم، وصارت تكوة هايبر مع الاجانب بشكل جدا كبير. وهذا الشيء يعني سبب انه الاجانب هذولي ياثروا على افكار هايبر، يعني بكل اختصار يعني غزو فكري تايب شيت يعني. وركزوا انا قلت انه صار يتكي مع الاجانب، والاجانب هم اللي اثروا عليه وخلوه يلحد ويدعم الشذوذ، لانه قبل كذا هايبر لا كان ملحد ولا كان اساسا يدعم الشذوذ. اوكي يا علاء الروحي، ماينكرافت ما لها علاقه انه صار ملحد ترى، يعني القرويين هم الماسونيه، لا ابدا ابدا ما لها اي علاقه ماينكرافت. والعلاقه الاساسيه كانت بينه وبين الاجانب اللي يتكي معاهم، لانه علاء الروحي الله يهديه على طول قال ماينكرافت هي السبب، هذه هي اللعبه التي جعلت اليوتيوبر هايبر يلحد مدري ايه. ما لها اي علاقه يعني وش الربط ذا انا ما ادري. على العموم فهايبر يوم صار يتكي مع الاجانب كثير بدا يسحب على اصحابه العرب زي سوردوم واخوياه. وهذه لقطه باخذها من مقطع سوردوم، واللي كانت ماخوذه من واحده من بثوث هايبر، واسمعوا الكلام اللي كان يقوله. There are also clips that have been resurfaced of him having a homophobic undertones. The circle he is around and the community he is around sadly do not really support or show any support or at least any respect to queer people specifically. وهنا بكل اختصار هايبر كان يقول انه اخويا العرب وخويه فارس للاسف يعني ما يدعمون الشواذ للاسف، يعني فاهمين. وهذا الشيء يا اخواني يبين لكم للاسف التاثير اللي اثره الاجانب على الادمي هذا. الادمي هذا في فتره من الفترات ما كان يدعم الاشياء اللي يدعمونها، وبعد ما صار يتكي معاهم صار مقتنع بالكلام اللي يقولونه، بل وانه يدعم الاشياء اللي يدعمونها مثل الشذوذ والعياذ بالله. وفي نقطه جدا مهمه، واللي هي انه هايبر صح انه صار ملحد، ولكن هذا ما يعني انه صار شاذ. هو صح انه يدعم الشواذ ولكنه ما هو شاذ. وليش قلت النقطه هذه؟ لانه في ناس ما عندها مشكله يعني تقعد تظلم، اوكي هو صار ملحد يلا حط ملحد وشاذ يا رجال فوق البيعة. لا، خلينا نكون واقعيين، الادمي الى الان ما اعلن انه هو شاذ 100%، هو قال انا ادعم الشيء هذا. ولا تحسبون كلامي يعني دفاع عنه ولا شيء، لا ابدا، ولكن هذا حق وما له داعي يعني نفجر كذا في الخصومه. الدعم للفئه الزباله هذه شيء جدا خطير، وانا ما استنقص من الشيء هذا ابدا. المهم في يوتيوبر اسمه خزنه طلع وتكلم عن نفس الموضوع، وخزنه هنا اضاف كلام جدا كثير وكلام جديد على السالفه هذه، وهو انه كان يعرف هايبر من تقريبا سنه 2020، وانه هايبر من ذيك الفتره كان عنده افكار جدا غريبه. ومو بس افكار غريبه، الشخص هذا كان سريع التاثر، بمعنى انه اذا شاف يوتيوبر او شاف شخص يتكلم عن حاجه سواء كانت منطقيه وما هي منطقيه كان يتاثر فيها على طول، لا ويطبقها على حياته ويروجها للناس. وهذا الشيء جدا غلط. افكارك الشخصيه ومعتقداتك خلها بينك وبين نفسك، طالما انه ما فيها خير للناس وما فيها شيء صحيح يعني 100% ويتعارض مع دينك ومعتقدات مجتمعك، وفرها في جيبك يا حبيبي، خلاص فكنا. بصفتي بعرف هايبر من 2016 2017 راح تسمعوا قصه مختلفه عن اللي سمعتوها من باقي اليوتيوبرز مثل سوردوم وغيره. وراح نبلش من سيد العزيز من 2020. هايبر عنده مرض نفسي، وهو انه بيتعلق باي شيء مختلف عن المجتمع واي شيء غني وبيطلع فلوس، سواء شخص او فعل بغض النظر ايش هو. اندرو تيت كان مشهور وقتها، فتابع اندرو تيت وصار يسوي زي اندرو تيت. حمزه تابعه وصار يسوي كل شيء يسويه حمزه ويقلده بكل تفاصيله. وصلت معه لدرجه انه قرأ كتاب وصار يسوي اشياء كان يسويها في كتابه. وهنا على كلام خزنه انه الادمي سريع التاثر زي ما قلت لكم، ولكن الشيء اللي خلاه يعني يوصل لمراحل متقدمه من التاثر هذا بالافكار الزباله هو سيرفر ماينكرافت اللي دخلوا مع الاجانب واللي كملوا الناقص حرفيا. وقوه التاثير في الزمن هذا يا جماعه الخير ترى ما يستهان فيها ابدا، وهذا السبب اللي خلاني اساسا اسوي المقطع اللي فات اللي اكلت عليه سترايك، انه انت يا يوتيوبر يا مشهور يا رهيب يا اسطوره، مو اي شيء تتكلم عنه وتروج له، حتى لو كانت بنيه مثلا النصح وما نصح ومدري ايش. يا رجل حتى النصح وحتى التوعيه يبغالك تعرف كيف تسويها وتطبقها، لانه انت راح تكون محاسب على الكلمه اللي تقولها، راح تكون محاسب على الشيء اللي تطلعه، راح تكون محاسب على الاشياء اللي تنشرها. حتى في حاجات مدفونه الناس ما تعرفها، وفي حاجات لا بالعكس الناس كلهم يعرفونها لكن ما يعرفون وش داخلها، وش الشيء اللي يعني مدسوس فيها. فانت هنا الله لا يهينك، شغل عقلك شويه بس وحاول توزن كلامك، هذا المطلوب منك حرفيا. واكبر فكره او معتقد يعني مزروع في عقول الاغلب مننا هو انه الاجانب احسن مننا، وهذا شيء جدا خاطئ. والشيء الخاطئ هذا للاسف هايبر طاح فيه بشكل جدا كبير، بشكل يعني يبين لك انه هايبر هذا
الانسان منسلخ حرفيا حتى من العروبه. الله لا يبلانا صدق. فاثناء السيرفر كان هايبر ما بيحكي عربي، والعرب اللي حواليه يعني مستغربين انت عربي ليش تحكي انجليزي معه، يعني مش بفتخر بلغتك العربيه. الزلمه واصله معه بالقذاره لاي درجه ان لما اختاروه بالسيرفر، لما اعلنوا الاسماء اللي دخلوا جنب اسم هايبر كان علم الامارات، هو جزائري حطوا علم الامارات. احنا فكرناه جلتش، بس بعد بحث واسئله لاكثر من شخص لا، هايبر هو اختار علم الامارات، لان اصلا هوتا يعني شايف الجزائر شيء سيء انك توريه للاجانب، شايف اللي هو شايف الجزائر انها شيء قذر انك تطلع فيه عند الاجانب. لا، احط الامارات دوله غنيه، دوله فيها مصاري، عشان شو سمعتي ونظره الاجانب علي تكون شو ان انا اماراتي، انا جاي I'm coming from Dubai, here is my Dubai chocolate. فبس تفهم هاي النقطه التوجه خلص كله بين. الزلمه قاعد بدور على اي فرصه عشان يتبرأ من نفسه العربيه والمسلمه. فاهم نقطه بهذا السيرفر انه هو بدعم الملونين بشكل قوي جدا ومباشر جدا وعنيف جدا. اعلام بكل مكان، في منتديات لدعم الملونين ما بعرف تفاصيلها، بس اللي بعرفه انه في دعم قوي للملونين بهذا السيرفر العالمي. وزي ما شفتوا يا جماعه الخير، هذا الكلام من واحد قريب جدا كان من هايبر، او بالاحرى يعني اثنين كانوا جدا قريبين من هايبر، طلعوا وتكلموا بشكل واضح وصريح مع الناس، حذروا من المتخلف ذا اللي اسمه هايبر، وحذروا من الافكار اللي قاعد يروج لها. ومقاطع الشباب راح تلقونها في الديسكربشن للي حاب انه يشوفها يعني بشكل كامل، لان انا حاولت اني اختصر السالفه هذه قدر المستطاع. ما ودي صراحه اني اتكلم في موضوع يعني يعتبر بايخ نسبيا. او يوتيوبر طلع والحد صوت، يعني اول واحد ولا اخر واحد راح يلحد، الله في غنى عن الاشكال هذه. والله اني ماني قاعد اشمت فيه، بالعكس نسال الله له ولنا الهدايه. ولكن الحكمه من السالفه هذه كلها يا جماعه الخير انه رب الكعبه الاجانب ما يسوون الا في رجلك صدق، يعني لا حياتهم كويسه ولا دينهم كويس، والله يكرمكم يعني زيهم زي الحيوانات. وهذا الشيء اللي قاعدين تشوفونه يعني واضح قدامكم، دعم للشذوذ، اشياء متطرفه، قله حياه ومسخره. وهذا للاسف الشيء اللي يعني طاح فيه هايبر، انه تاثر بافكارهم وصار زيهم، وكل هذا عشان بس يبغى يرضيهم. يعني لك ان تتخيل انه همك بس انك تبغى ترضي الاجنبي اللي قاعد معه عشانه اجنبي، ومع ذلك الاجنبي ما راح يرضى عنك ولا راح يرضى عليك، راح تظل العربي المتخلف اللي يعني عايش في الصحراء وما لك اي قيمه. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الى اخر الايه. هذا غير انه بعض التغريدات او الكلام اللي كان يقوله هايبر انه يا اخي والله العرب ذول لسانهم وسخ ويسبون وكلامهم قذر وعنصريين، وكانه هذا الشيء اللي احنا اساسا متربين عليه، العنصريه وقله الادب والمسخره. وهذا شيء غير صحيح ابدا. الاسلام من قبل 1400 سنه كان ينهى عن العنصريه، وكان ينهى عن الكلام الفاحش، وكان ينهى عن كل شيء سيء. ويجيك ذا اللي منبطح للغرب يقول لك لا العرب فيهم وفيهم، وكل هذا بس عشان يرضيهم، يعني يرضي الاجانب الجحلط اللي معاه. وفي الاخير يا اخوان نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولكل شخص يتابع هايبر هذا اتمنى انك تسحب عليه، ما عاد تتابعه تيجي تقول اوه انا بتابعه لاني انا احب محتواه ومدري. ترى الادمي حتى يعني ما صار يتكلم عربي، الادمي قاعد يتكلم انجليزي بس، كل ذا عشان ما عاد يبغى عرب عنده. فلا تذل نفسك عند ادمي هو اساسا مذلول. هذا غير انه بيقعد يروج للاشياء والمعتقدات اللي هو يعني مؤمن فيها، زي الالحاد، زي دعم الشذوذ، زي انه مثلا العرب متخلفين. وهذا الشيء يعني بشكل او باخر ترى راح ياثر عليك. لايك واشتراك واشتروا المقطع هذا في كل مكان يا اخوان. وترى انا ساحب عشان يعني انا عندي سترايك، فانا خايف على قناتي الصراحه. رابط حسابي في الانستغرام راح تلقونه في الديسكربشن، انا دائما موجود هناك، وبرضه يعني في البثوث يعني من فتره لفتره ابث. فحياكم على الكيك ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.